الرز بلبن كما ينبغي أن يكون. شايفين الجمال والحلاوة؟ بصوا الجمال، بصوا الطعم. بصوا عملنا بكيلو لبن ونص كوباية رز، كمية قد ايه؟ بصوا انا عايزة اوريكم القوام. بصوا، كملي باقي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة هنعمل الرز بلبن بطريقة المحلات، الطريقة اللي كله بيسأل عليها. هنبدأ بسم الله، وهنحط هنا معانا، هنقول معانا كوباية لبن هننزل بيها كده، ومعايا كوبايتين مية سخنة. ادي اول كوباية، وادي الكوباية التانية. هننزل عليهم بنص كوباية رز مصري مغسول، نص كوباية بس اهو. هنا مهمة جدا ان احنا نحط لبن على المية. بتدي تست عالي، في ناس بتسلقه في المية بس، لا انا بفضل ان احنا نشيل كوباية واحدة بس من اللبن، من الكيلو اللبن اللي احنا هنحطه هنا. هننزل بيه على كوبايتين المية السخنة دي، هيتنقع في نص كوباية الرز اللي احنا قلنا عليهم اهي. هننزل بيها، هنديله غلوة واحدة وهنطفي عليه ونسيبه لما يستوي خالص براحته جدا، وبعدين هنرجع نضيف باقي المكونات. هنا اهو ابتدى يغلي معانا، احنا هنا مش هنسيبه على النار كتير، هو بس الغلوة دي اللي هندفع عليه، نسيبه يستمر بقى سوايه على السخونية بتاعته. احنا مش عايزينه يفقد السوائل اللي فيه، عايزينه يحتفظ بيها علشان ما نهدرش النشا اللي جواه. هندفع عليه ونسيبه، اول ما يستوي هنرجع نكمل. هنا بقى بعد ما الرز خلاص نقعناه، بصوا استوى، بصوا بقى عامل ازاي. هو ده اللي انا عايزاه. لو انتم مستعجلين عليه ممكن تحطوه على نار هاديه خالص خالص، تمام، مفيش مشكله، مش لازم خطوه ان احنا ننقعه. تمام، انا هنا عشان كنت مستعجله كنت مخليه النار هاديه قوي عليه اهو. من باقي بقى كيلو اللبن اللي هو احنا خدنا من الكيلو كوبايه، اتبقى معانا 3 كوبايات. هنخلي نص كوبايه بس اهي، دي على جنب عشان هنقلب فيها النشا والكريم شانتيه. هنخليها على جنب، وهننزل بقى بباقي كميه اللبن اللي معانا، ونولع بقى على البوتاجاز. هنا بقى اول ما بيبتدي يغلي بننزل عليه بنص كوبايه سكر. هنا ممكن تزيد وممكن تقل حسب الاذواق، السكر هنا اختياري. تمام، هنديله تقليبه كده. الرز بلبن علشان يبقى فاتح يفضل ان احنا نعمله بسكر فاتح، بلاش السكر الغامق يعني. هنا بقى هنيجي بقى خطوه الربط، اللي هو عوامل الربط. معايا معلقتين كبار نشا، هننزل عليهم بمعلقتين كبار كريم شانتيه. هنا بقى نحط المعلقتين الكريم شانتيه، وده اختياري بس نصيحة يعني، بيدي تست عالي جدا، هو ده اللي بيدي الوش المكرمش مع القشطة، ولو موجودة برضو قشطة هنحط قشطة. تمام، معلقتين الكريم شانتيه هننزل عليهم بنص كوباية اللبن اللي احنا كنا شايلينها على جنب اهي. اللبن هيبقى ساقع، ما ينفعش يبقى سخن علشان خاطر النشا ما يكتلش مننا. تمام، هندوبه على البارد وهننزل بيه على الرز. هنا بقى هنزل بقى بالخليط دوت على الرز بلبن بتاعنا، وهنا بقى هنستمر في التقليب بسرعه كده علشان ما يكتلش مننا. هنا خلاص، بصوا ابتدى يربط معانا اهو، هو ده السمك اللي انا عايزاه. الخطوه دي ممكن تضيفوا فيها قشطه لو عندكم اي قشطه، حتى لو وش اللبن. انا عندي هنا قشطه، معلقتين كبار قشطه وش اللبن. وهنضيف هنا بقى كيس فانيليا باودر، وهنقلب وخلاص كده. الخطوه دي بنطفي، مجرد ما بنحط الفانيليا بنطفي على طول علشان خاطر الرز ما يمررش مننا. بصوا امشوا على الخطوات مظبوطه، هيطلع معاكم احلى رز بلبن، وهيطلع بوش الكرمش اللي كل الناس هتتجنن عليه. بصوا اهو، هو ده اللي احنا عايزينه. بصوا السمك عامل ازاي. هغرفه بقى في الاطباق واوريه لكم.
وهنخلص معانا. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا تحفه جدا جدا. هو لسه سخن، انا بس قلت اوريهولكم. بصوا زينه بقى بالمكسرات، باللوتس، بالمانجا، بالموز، صوص الكراميل، اي حاجه انتوا عايزينها. انا هنا مزيناه بالمكسرات. اللي عايز يحطه في الفرن هيحطه في طواجن، وهيحطه تحت الشوايه شويه، وهيبقى احلى رز فرن اهو. بصوا اللي عايز وشه مكرمش هيغطي عليه ويحطه في التلاجة وهو سخن. تمام، انا هوريهولكم بس كده. بصوا عايزه اوريكم بس القوام. بصوا تحفه جدا جدا. بصوا عامل ازاي، قوامه كريمي قوي وطعمه تحفه. جربوا الطريقه دي، تحفه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. وحطوا بس التريكات اللي انا عملتها في الرز بلبن هتعجبكم قوي. الكريم شانتيه والقشطه بيدوا تيست عالي جدا، وهو ده اللي بيدينا الطعم الكريمي اللي بيجي من بره. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.